يا رب تكونوا بألف خير. بإذن الله النهاردة هنبدأ في مادة الكينيسيولوجي. مبدئيا كده، يعني ايه كينيسيولوجي؟ كلمة كينيسيولوجي ككلمة معناها ايه؟ كينيسيولوجي اللي هو علم الحركة في الكائنات الحية. بندرس فيه حركة الكائنات الحية وازاي بتتحرك، وايه الحاجات اللي تخليها تتحرك، والعوامل اللي بتأثر على الحركة، وآليات الحركة. كل حاجة تخص الحركة في الكائنات الحية ندرسها في علم الكينيسيولوجي. كلمة كينيسيولوجي تنقسم لمقطعين، دايما ثبتوا كده ان اولوجي يعني ساينس، علم. لو تلاحظوا ان كل العلوم زي مثلا زولوجي، فيسيولوجي، هيستولوجي، بيولوجي، اي حاجة اخرها اولوجي معناها ساينس او علم. فنلاقي ان اغلب العلوم اصلا اخرها اولوجي يعني علم، ساينس. كلمة كينيس المقطع الاول ده، كلمة كينيسيس لوحدها معناها to move، ان تتحرك. كينيسيس جاية معناها to move يعني ان تتحرك. فكلمة كينيسيولوجي على بعضها يعني علم الحركة، ology يعني science، وكينيسيس يعني move. طيب ندخل على تاني جزء. بيقول هنا mechanical kinesiology هو البايوميكانكس، وهناخد بالتفصيل يعني ايه بايوميكانكس. البايوميكانكس ده اللي هو الميكانيكا الحيوية، اللي هو مبادئ الميكانيكا اللي بتأثر على جسم الإنسان. هناخدها بالتفصيل. يبقى نعرف ان mechanical kinesiology بتساوي البايوميكانكس. اولا كده يعني ايه بايوميكانكس؟ بايو حاجة حيوية، بايو يعني لايف، حيوي. ميكانيكس اللي هي الميكانيكا. ايه هي الميكانيكس دي بقى؟ is the application of mechanical principles on human body، تطبيق مبادئ الميكانيكا على جسم الإنسان، وهناخدها برضو بالتفصيل. تمام. والكاينسيولوجي دي جزء من البايوميكانيكس. تمام. طيب ناخد بعد كده kinesiology and biomechanics. قلنا زي ما احنا لسه قايلين حالا kinesiology can be defined as a scientific study يعني الدراسة العلمية of human motion لحركة الإنسان. kinesis means to move يعني الحركة. الكينيسيس دي معناها means to move يعني تعني أن تتحرك، اللي هو الحركة. and ology means science، ology ده يعني science. kinesiology دي جاية من 3 bodies of knowledge، 3 أجزاء من المعرفة أو العلوم يعني. kinesiology ده، علم الكينيسيولوجي اللي احنا هندرسه ده عبارة عن 3 علوم مدمجين في بعض، اللي هما ايه؟ الاناتومي اللي هو التشريح، والفسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء، والبايوميكانكس اللي احنا لسه قايلينه حالا اللي هو تطبيق مبادئ الميكانيكا على جسم الإنسان، وهناخده برضه بالتفصيل بإذن الله. البايوميكانكس زي ما قلنا is the study of mechanical principles، دراسة المبادئ الميكانيكية التي تؤثر affecting human body اللي بتأثر على جسم الإنسان at rest، يا إما في حالة السكون or in motion أو في حالة الحركة. دي كانت مقدمة بسيطة كده عن علم الكينيسيولوجي. بإذن الله في الفيديوهات القادمة هنستكمل ما بدأناه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، و ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. القناة دي هتفيدكوا جدا، خاصة طلبة العلاج الطبيعي هتفيدهم جدا جدا جدا، لأن بإذن الله هنشرح كل حاجة تخص العلاج الطبيعي فيها. تمام. ربنا يوفقكم ان شاء الله، واستودعكم الله، والقاكم في الفيديوهات القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.